السلام عليكم. النهارده هنعمل السردين مملح، وهقول لكم ازاي يطلع زي الزبده ويطلع قمر بالشكل ده. بس ما تنسوش تشتركوا في القناه وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا حطوا اللايك ويلا نشوف هنعمل ايه. يلا نسمي بسم الله. معايا كيلو من السردين الطازه، يكون طازه بالشكل ده. بغسله واحطه في مصفى يتصفى خالص من الميه. معايا زيت وملح. معايا ورق غار وليمون متقطع شرائح، وفلفل حراق وفلفل اسود حصى وشطه. هجيب علبه او برطمان الموجود عندي، هحط فيها كيس بالشكل ده، بس الكيس ما يكونش فيه فتحة ولا حاجة عشان ما يدخلش هوا ويبوظ السردين. هضيف الشطة على الملح. هقلبهم مع بعض كويس قوي. عملت وصفات حلوة وحادقة، عايزاكم تنزلوا صندوق الوصف تشوفوهم وتقولي ايه رأيكم في الكومنتات. هرش كده حبة من الملح والشطة، واحط كام ورقة كده من ورق الغار، وشوية من الفلفل الاسود الحصى. طبعا كل الحاجات دي بتدي ريحة حلوة للسردين، وما تخلوش ابدا يعفن ولا يبقى فيه دود. الفلفل ده طبعا بنلاقيه في علب التونة وفي علب السردين. الفلفل ده يعني مش بيأثر في الحرقية بتاعته على السردين، بس بيحميه من هو يدود والكلام ده. هحط طبقة من السردين. لازم اكون شايله القشر اللي عليه من بره كده عشان لما اجي انضفه ما يتعبنيش في التنظيف، يبقى سهل معايا في التنظيف بعد ما يستوي. وهرصه بالشكل ده. عملت معاكم صينية السردين في الفرن. طبعا السردين غني بفيتامين د وفيتامين بي 12، وبيحتوي على اوميجا 3، طبعا كله عناصر غذائية. آه هنعمله بالطريقة دي، طريقة سهلة قوي، هيطلع معاكي طري وزي الزبدة كده. بس اعملي كل الخطوات اللي انا بعملها دي كده. هحط طبقة من السردين وطبقة من الشطة والملح. في بعض المتابعين بيقولوا لي ان الفيديوهات بتاعتي ما بتوصل لهمش عشان انتوا بتشتركوا في القناة ومش بتدوسوا على زر الجرس. زر الجرس جنب كلمة اشتراك، دوسوا عليها هيوصل لكم كل الفيديوهات. هحط كل الكمية بالشكل ده. اهم حاجة يكون السردين متصفي من المية خالص، لان السردين لو فيه مية هيدوت، فلازم يكون السردين متصفي من المية. سيبه يتصفي من المية خالص. ممكن اجيب سردين اصغر من كده، ممكن اجيب اكبر من كده. انا جبت وسط. هيبقى معايا برضو جميل وتحفة. حتى لو اصغر من كده بيبقى حلو قوي. هحط باقي الفلفل والليمون، بقية الفلفل والليمون والحاجات دي كلها هنحطها على الوش كده برضو. اعملوا كل حاجة في البيت، المخللات، المخبوزات، الفطاير، الحلويات. املوا البيت بتاعكم خير. ممكن تطلعوا طبق من السردين ده لو يوم مالكيش مزاج تعملي اكل، تطلعي طبق سردين جنبه حبة بطاطس محمرة، خس وجرجير وبصل اخضر. هتبقى اكلة حلوة قوي وموفرة. هدوس كده على السردين كده عشان يبقى ادوس على السردين كده عشان يتشرب من بعضه. هرش عليه رشة من الزيت كده، ده بيخليه يبقى طري. رشة بسيطة كده من الزيت. وهقفل بقى الكيس كويس قوي، اطلع منه الهواء. هضغط عليه كده لتحت وهربطه.
وكل يوم هغير يعني هقلبه على الناحية التانية. يعني انا الربطة بتاعته دي هقلبها تاني يوم على الناحية التانية. كل يوم هعمل كده، هقلبه على الجنب التاني واشوفه بايدي كده. لو لقيته استوى من بره كده، لقيته طري معايا، هيبقى يكون استوي. هقفل عليه بقى وهحطه في دولاب المطبخ او هحطه على الرخامة في المطبخ. فتحت عليه بعد 10 ايام، مسكته من بره كده من الكيس، لقيته طري خالص، عرفت اللي هو استوى. هقص الربطة بتاعته كده بالمقص. ريحته جميلة وزي الزبدة. بصوا طري ازاي، بصوا قلبه من جوه عامل ازاي. هشيل بقى الراس بالبطن بالسلسلة كده وانضفه بالشكل ده. هطلع بقى كمية على قدي، والباقي هنضفه واحطه في برطمان عليه حبة زيت بس، واخليه في التلاجة. وقت ما اجي استخدمه واطلعه من التلاجة. بصوا الزبدة ازاي وعامل ازاي. كده نضفت بقى نضفت كمية من السردين، هعصر عليها ليمون وزيت، وطبعا بصل اخضر، ممكن جرجير وخس. ممكن جنبه طبق بطاطس محمرة. أكلة تفتح النفس، وأكلة حرشة كده وتحفة. معانا بقى 10 15 رغيف. ويلا بقى نسمي بسم الله. مع البصل بقى. جامد قوي. باي باي.